احنا النهارده هنتعلم ازاي نعمل تدرج الوان جوه الكلمه على ابلكيشن كانفا. في الاول بنفتح الابلكيشن وبعدين بنختار علامه الاضافه وبنختار الحجم بعد كده المتخصص او المناسب مع الديزاين اللي احنا هنعمله. طيب بعدين بندوس على علامه الاضافه وبندوس على النص وبنختار النص اللي احنا عايزين نكتب عليه اضافه عنوان مثلا، وبعدين بنكتب مثلا كلمه هابي بيرثداي. دي الكلمة اللي احنا هنشتغل عليها النهاردة وهنعمل منها كذا شكل. أول شكل هيكون معانا إن احنا هنعمل شكل الفيديو جوه الكلمة نفسها. طيب أولا احنا هنكبر الكلمة نفسها بالحجم اللي هيكون مناسب معانا، بعدين بندوس على كلمة التنسيق تحت. بعد ما بنحدد كلمة تنسيق أهي، بنروح نخلي الحروف كلها كابيتال. طبعا بنخلي الكلمة تكون مناسبة لشكل الديزاين اللي احنا شغالين عليه أو الحجم اللي احنا شغالين عليه. طيب بعدين بندوس على سيف او حفظ، وبعدين خلاص الحاجة بتتسيف معانا، بناخدها ونروح على الابليكيشن اللي احنا اتعودنا ان احنا بنشتغل عليه من الديزاين اللي فات. بنبدأ نشتغل ان احنا نشيل الحروف حرف حرف زي ما احنا هنشوف طبعا مع بعض دلوقتي. بنبدأ نشيل طبعا، نحذف كل الاسود. طبعا احنا مش لازم ان احنا نشتغل على كل الحروف مع بعض دلوقتي، ولكن احنا هنحاول برضو نتجنب ان احنا نلمس الابيض زي ما احنا اتعودنا. بنشتغل طبعا حاجة ببساطة خالص، بنشيل الاسود بس من كل الحروف وطبعا سايبين الشكل الابيض. هنا بنحاول نشيل الاسود وبنسيب الابيض. طبعا بنحاول نخلي النقطة الحمراء اللي موجودة في النص دي ما تلمس الأطراف خالص، لأنها طبعا لو لمست الأبيض هيتحذف كله. طيب بعد ما احنا خلاص بنحذف كل حاجة، بنتأكد إن مفيش أي بقايا للأسود خالص، بحيث طبعا ده هيبان في شكل الديزاين عندنا. بنقدر نعمل زوم زي ما احنا شايفين وبنحذف الحروف كلها اهو. حذفنا أول حرف وهنحذف آخر حرف برضو بنفس الطريقة، بحيث ان احنا كل الناس تشوف احنا حذفناه ازاي. طبعا هنا الموضوع هو بقى سلس. انا طبعا في الاول كنت شغال بالراحه خالص علشان الناس كلها تفهم الموضوع تم ازاي، ولكن خلاص دلوقتي احنا فهمنا. نستعجل شويه وننهي الموضوع ده، وهندخل على حاجه بعد كده ان احنا نحاول نحفظ الشكل. طبعا بندوس على علامه الصح بتبقى موجوده فوق، بعدين بندوس على سيف وخلاص كده الحاجه اتسيفت عندنا. بندخل على الابلكيشن مرة تانية وبعدين بنعمل صفحة جديدة، بنجيب الديزاين اللي احنا كنا شغالين عليه. طبعا بنروح معرض الصور، وبعد ما نروح معرض الصور بندوس على الديزاين نفسه اللي هو هيبقى الكلمة مكتوبة ولكن طبعا الخلفية فاضية. طيب انت هتشوفها دلوقتي بيضة، ولكن لما هنكبرها هتلاقي ان الموضوع بقى مناسب جدا. بنروح بعد كده على علامة الإضافة وبنروح على العناصر وبنعمل سيرش مثلا على كلمة عيد ميلاد أو يوم ميلاد أو أيا يكن أهو. هنعمل سيرش على كلمة يوم ميلاد. هيطلع لنا كذا حاجة، طبعا عناصر وهيطلع لنا صور وهيطلع لنا فيديوهات. هنختار ان احنا نجيب فيديو في الاول، طبعا زي ما احنا قلنا ان اول حاجة هنعرضها هتبقى الفيديو. طيب جبنا فيديو ليوم ميلاد او عيد ميلاد وبدأنا نحطه في الخلفية. طبعا هنختار الوضع وهندوس على المؤخرة. طبعا زي ما احنا شايفين ظهر قدامنا الفيديو اهو، ولكن طبعا حجمه مش مناسب. بنختار الطبقة بتاعته وبعدين بنبدأ نكبره شوية بحيث ان هو يبقى قد الكلمة كلها. طبعا تقدر تحط الفيديو في الاول وبعدين تحط الديزاين نفسه عليه، مفيش اي مشكلة، ولكن انا بفضل ان انا اعمل الشكل بالطريقة دي. طيب زي ما انتم شايفين طبعا الفيديو شغال في الخلفية ودلوقتي عليه الديزاين، مفيش اي مشكلة. تقدر تكتب اي حاجة على الشكل ده وهيبقى الشكل طبعا جميل جدا. بعد ما عملنا الفيديو خلاص نقدر نعمل شكل تاني. ممكن نضيف مثلا تدرج ألوان ونخلي الكلمة بتاعتنا بألوان متدرجة. طيب بنروح للعناصر وبنعمل سيرش على كلمة تدرج ألوان، مفيش أي مشكلة. بعد ما بيظهر لنا الاقتراحات أو يظهر لنا النتيجة اللي احنا عملنا سيرش عليها،
بنختار مثلا اول حاجة ظهرت معانا اهو تدرج الوان معين، بنعمل له ندوس على المزيد وبعدين بنخليها وضع كخلفية او تعيين كخلفيه. زي ما احنا شايفين طبعا ظهر لنا نص متدرج الالوان، وده مش متوفر عندنا في كانفا اصلا ان احنا نشتغل على ديزاين زي ده، او ان احنا مش هقول لك ديزاين زي ده ان كلمه يكون فيها تدرج الوان، وده بقى متوفر معانا. طيب نقدر كمان ان احنا نضيف صوره شخص، وبنروح على بيكسلز وبنختار الشكل نفسه اللي احنا عايزين نضيفه او الصوره اللي احنا عايزين نضيفها. اخترنا مثلا اي صورة تقابلنا، صورة شخص مثلا اهي، بعدين بنضيفها زي ما احنا شايفين برضو، نخليها تعيين كخلفية، وبعدين بنحط عليها الديزاين اللي احنا اشتغلنا عليه وشلنا منه الحروف بتاعته. احنا طبعا بنستغلها كل الاستغلال اللي ممكن نستغله علشان نوضح فكرة الشكل نفسه. وبرضو هنعلمكم ازاي تعملوا حاجة جميلة جدا كده في الاخر، ازاي تستخدم النص ده بعد ما عملته كده. انت عايز تستخدمه مثلا تدرج الوان او صورة عايز تحطها على ديزاين معين، فاحنا هنشوف ده مع بعض. طبعا زي ما احنا شايفين اهو الشكل شفاف تماما وباين وراه صورة الشخص اللي احنا حاطينه. طبعا ممكن تعمل حاجة زي كده في لوجو أو أيا يكن، ولكن احنا دلوقتي شغالين على حاجة زي دي. طيب ممكن نختار حاجة كمان أهو، هنجيب الديزاين مرة تانية، هنشتغل على بيكسلز برضو، هندخل دخلنا هو على بيكسلز، هنكتب سيرش عن ألوان مثلا، وهنبدأ نجيب تدرج ألوان معين أو شكل معين للألوان، ونحط عليه الديزاين بتاعنا وهيبقى شكله حاجة مبهرة وجميلة جدا. طيب بعد ما كبرنا شكل الالوان اهو خلاص، ممكن برضو نعملها تعيين خلفيه زي ما احنا نحب. هنروح نجيب شكل الديزاين زي ما احنا شايفين، ونروح على معرض الصور، بنحدد الصوره بتاعتنا وبعدين بنكبرها، وزي ما احنا شايفين الشكل طبعا مبهر وجميل جدا. طيب احنا عايزين نعمل بيها ديزاين بقى، احنا عملنا الشكل اهو، بنحدد وبننزل الصوره. طبعا هننزل الصورة بتنسيق انها تكون PNG، ما تكونش بتنسيق مثلا فيديو او حاجة. بعد ما ننزل الصورة خلاص بننزلها على، بنروح على ريموف بي جي، وبعدين بنشتغل ان احنا نزيل الخلفية بتاعتها. طيب بعد ما زلنا الخلفية اهو خلاص نعمل داونلود. تمام، خلاص الصورة اتحفظت على الموبايل عندنا. نقدر ان احنا ندخل على الابليكيشن بتاعنا مرة تانية، مفيش اي مشكلة، ونبدأ نشتغل على الديزاين اللي احنا هنعمله. مثلا ايا يكن احنا شغالين على حاجة لعيد ميلاد، طبعا كاتبين هابي بيرثداي، فاحنا كده شغالين على حاجة لعيد ميلاد. طيب بنختار صورة مثلا، نختار بيكسلز وبعدين بنعمل سيرش على حاجة لعيد ميلاد، يوم ميلاد اهو. بعدين بنختار الصورة اللي تيجي قدامنا ايا يكن الصورة الموجودة، الأولاد أهم بيحتفلوا بعيد ميلادهم، هنكبرها وبعدين هنبدأ نحط عليها الطبقة بتاعتنا اللي هي احنا لسه قصينها دلوقتي حالا، اللي هي هابي بيرثدي ولكن بالألوان. طبعا ما بتظهرش دايما، وندوس على الكل أو إن احنا بنرجع للصور تاني فبتظهر. طيب عملناها اهو، برضو هنشرح حاجة كمان، ان احنا ممكن نحركها زي ما احنا شايفين، ممكن نحطها في اي مكان احنا عايزين نحطها في النص مثلا، فعايزين نخليها تبقى ظاهرة، فطبعا بيبقى متاح معاك جدا لان انت تعمل لها ظل، مفيش اي مشكلة. هنروح طبعا للتأثيرات وبعدين هنعمل لها ظل. طيب رحنا على التأثيرات، بنختار الظل. تمام، بعدين بنختار الظل اللي احنا عايزينه بالشكل اللي احنا عايزينه، مفيش اي مشكلة. ممكن نخلي السمك بتاعه يكون عالي او الازاحة بتاعته تكون عالية، نخلي الشفافية تكون عالية، الزاوية تكون مختلفة وهكذا. كده تمام. اظن ان الشكل واضح معانا. الشكل بقى مش احسن حاجة، ولكن كل الفكرة ان احنا عايزين نعرف هننفذ حاجة زي دي ازاي. طيب احنا ان شاء الله لما ننزله على اليوتيوب، انت متاح معاك تكتب اي كلمة، متاح معاك تحط اي لوجو، متاح معاك تحط اي حاجة زي ما انت حابب، ولكن ما تنطبقش بالتاسك بتاعك ان هو يكون زي الموجود في الفيديو بالملي بالظبط.
ابدع واشتغل مع نفسك. طيب احنا الطبقات اللي احنا اشتغلنا عليها اهي، والاشكال اللي احنا اشتغلنا عليها زي ما احنا شايفين قدامنا. ادي الشكل 2 3 4 5 اشكال. طبعا في الاول حطينا فيديو، حطينا مثلا صورة تدرج الوان عادي، حطينا صورة عادية لشخص، حطينا صورة تدرج الوان من بيكسلز زي ما احنا شايفين قدامنا اهو. النهارده يكون خلص التاسك او الفيديو الجديد، وشكرا لوجودكم معانا، ومنتظركم ان شاء الله على جروب بنتولا كوميونيتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.